قالوا شريعتي في الصحيفة، وهذا من التصريحات الهامشية. احنا نتحدث عن خط رسمي في الدولة يا خذوا أسرارهم من صغارهم. هذا من ينكر الشهية شهية النظام الإيراني. تستقبل نجاد أو تستقبل بوش في المنطقة، أيها أفضل برأيك أنت؟ أنا برأيي أخي علينا أن نرتب البيت الداخلي. قد تقول لي لماذا إسرائيل ولماذا أمريكا؟ الكل يعلم من هي إسرائيل ومن هو بوش، لا خلاف في ذلك. إنما المشكلة إذا كان لديك عدو ظاهري وعدو باطني، أيهما الأخطر؟ لذلك تتحدث أكثر عن إيران أكثر من حديثك عن إسرائيل، لأن موضوع إسرائيل هو موضوع لا يحتاج إلى بحث وتقرير، إنما هذا ولا يحتاج إلى أدلة وبراهين، إنما هذا كالنار على المنار والشمس في رابعة النهار. المشكلة بالعدو المتخفي الذي يتربص بنا الدوائر نحن العرب. هذا العدو الذي ما زال اليوم هو بيسبب مشكلة في اليمن وفي الجزائر وفي السودان وفي لبنان، وهو اليوم الذي فرق بين الأخ وأخيه، ما بين حماس وفتح، بعدما أتى العرب لجمع الأخوة. اليوم نحن في حالة ينبغي أن نكون من المستنفرين ومن المنتبهين لشهية النظام الإيراني. يا سماحة السيد، هناك من سيقول أنك تحاول الضرب أو